ومع كل معلقة كانت نور بتحس إنها بتدي جسمها مفاجأة حلوة زي اللي شافتها في الحلم. كانت بتتخيل إن الجزر بيجري لعينيها عشان يقويها، والفراخ بتبني عضلات رجلها، والفاكهة بتخلي شعرها يلمع زي الأميرة. ومن ساعتها الأكل ما بقاش خناقة بين ماما ونور. صحيح نور مش كل يوم كانت بتاكل كل حاجة ماما بتحطها، بس برضو ما بقتش ترفض على طول. ماما كمان بقت أهدى، ما بقتش تزن عليها بنفس الطريقة، واتفقوا إن نور تختار الأكل اللي بتحبه مرتين في الأسبوع، بس باقي الأيام تاكل الأكل اللي ماما بتعمله واللي باباها وأخوها بيختاروه. ولما نور تقول مش عايزة آكل، ماما تقول لها تعالي نفكر الأكلة دي هتروح فين النهاردة، ويضحكوا سوا لما نور تقول البطاطس دي شكلها رايحة لوداني، والخيارة دي رايحة لقلبي. ومن يومها الطبق بقى بيخلص، مش عشان الأكل اتغير، لكن عشان نور اتغيرت وبقت عارفة إن كل لقمة ومعلقة ليها مشوار مهم جوه جسمها الصغير عشان يكبر ويقوى. وخلص الكلام. استنوني وهستناكم في حكايات كتير قدام.